يروى عن الإمام الشافعي أنه قال: من تزوج مصرية ولم تعجبه فعلي مهرها. وقيل بل قال: من لم يتزوج مصرية فليس بمحصن. الحوار كالتالي امبارح يا جماعه، مصطفى ابي متجوز مصريه، وهم امبارح كانوا عاملين عليه حفله ويقولوا له ايه؟ في مقوله للامام الشافعي يقول ان اللي ما اتجوزش من مصريه فهو بكر، يعني اللي اتجوز بس ما اتجوزش من مصريه فهو لسه بكر. ف عشان تعرفوا بس مصريه كنز. قول الشافعي حتى على نسائهم قال: من لم يتزوج مصرية فليس بمحصن. الأمم المتحدة عندها بحث أن المرأة الوحيدة التي تحصن زوجها هي المرأة المصرية. الله الله. ونساؤها أرق النساء الدنيا طبعا، وأحلاهن صورة ومنطقة، وأحسنهن شمائل، وأجملهن ذاتا. وما زلت أسمع قديما عن الشافعي أنه قال: من لم يتزوج بمصرية لم يكمل إحصانه.